الأهلي يدك حصون طلائع الجيش برباعية نظيفة، وكان بطلها الأول. تخيل، طاهر محمد طاهر. أيوه، هو الاسم اللي أنت سمعته صحيح. طاهر محمد طاهر اللي بياخد النهارده رجل المباراة. متخيل معايا؟ طاهر محمد طاهر ماشي بمبدأ مش أنا اللي أقعد سنتين من غير ما أسجل. ده غير إن الأهلي اللعيبة كلها كانت النهارده زي ما تقول كلهم كانوا حافظين بعض. يعني السولية اللي بقاله تقريبا من أول الموسم ما بيلعبش غير دقايق معدودة، النهارده تحس إن هو كان في التوليفة. تحس ان مارسيل كولر عمل توليفه كده ونزلها ارضيه الملعب ولعبوا يا رجاله. عشان ما انساش، طاهر محمد طاهر مضيع ركله جزاء. يعني هو جايب الهدف الاولاني، تمام، وضيع ركله جزاء في الشوط الثاني، وعمل اسيست عالمي لوسام ابو علي في الدقايق الاخيره. ووسام ابو علي ما بيسميش، بياخد الكوره بياخدها كده محنيه بوش الرجل. كانت صعبه على اي حارس مرمى ان هو يجيبها. غير ان محمد الشناوي النهارده بيلعب، بيقول لك انا هطلع النهارده بكلين شيت. يعني حتى في ركله الجزاء اللي اتحسبت، وصحيح برافو قوي للحكم ان هو حسب ركله الجزاء. مش انا اهلاوي بقول لك برافو، لان فعلا عشان خاطر نبطل الكلام اللي بيطلع بعد الماتشات. فمجرد ان الحكم يحسب ركله جزاء على النادي الاهلي بعد ما كان في لعب اساسا، والمفروض ان في لاعب من طلائع الجيش واخد انذار، امين عمر حكم الفار يستدعي حكم الساحه عشان خاطر يروح يشوف اللقطه اللي فاتت حكم الساحه. وبرافو ان حكم الساحه يحسب ركله جزاء. تمام. عايز اقول لك ان الكره دي او لمسه اليد دي ما كانتش اتحسبت، كنت هتقعد باقي الموسم، باقي الماتشات اللي جايين زيطه وكلام كتير احنا في غنى عنه. هتيجي تقول لي ايه يا عم، هو هيفرق معاهم؟ ما احنا كسبانين 3-0. هقول لك لا، مع جماهير نادي الزمالك هتطلع الحته دي ان هو ده مكسب النادي الاهلي في الموسم كله. ان النادي الاهلي التحكيم او الحكام بيعدوا له حاجات كتير وعادي قشطه. ما هو ده اللي احنا عايشين فيه. فبصراحه امين عمر شابوه، حكم الساحه شابوه للقطه اللي حصلت واللي تقريبا هتسكت ناس كتير مش هتعرف تتكلم بعد كده. لعيبة النادي الاهلي النهارده عملت ماتش عالمي قدام طلائع الجيش. كانت طول عمر، او طلائع الجيش كان دايما لو كنت بتكسبه في الفتره الاخيره كنت بتكسبه فرق هدف، فرق هدفين، انما تكسبه باربعه. والمدير الفني لطلائع الجيش عبد الحميد بسيوني، لا دي صعب. عبد الحميد بسيوني كان دايما بيجي قدام النادي الاهلي وكان بيقفل خطوطه كلها. فعلا كان بيقفل خطوطه، بيلعب على المرتدات. تمام. وكان بيجي قدام نادي الزمالك كان بيفتح الخطوط كلها قدام نادي الزمالك عشان نادي الزمالك يستفيد بثلاث نقط. النهارده انت سكته، ما خليتوش يعرف يقفل قدامك، لا بالعكس انت خليته يغلط بعد الهدف الاولاني بتاع طاهر محمد طاهر. وخليت لعيبه النادي الاهلي تستنى الغلطات بتاعه لعيبه طلائع الجيش. وهو ده اللي حصل، وهو ده اللي احنا شفناه في ارضيه الملعب. تحس ان موديست كان هو اللي واقف في زور لعيبه النادي الاهلي، مش مخليهم يعرفوا يسجلوا اهداف. اول ما مشي في المباراه اللي بعدها الاهلي يكسب اربعه. انت متخيل معايا؟ النهارده لعيبه النادي الاهلي بتلعب باريحيه لدرجه ان هم كانوا، معلش، انا كنت شايف ان اللعيبه عشان خاطر ان هي كسبانه بدات ان هي تفنن، بدات انك انت تشوف كوره، بدات انك انت هتيجي تقول لي ما ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده انت بتلاعب طلائع الجيش. اقول لك طلائع الجيش ده كان في مره من المرات كان عقده بالنسبه للعيبه النادي الاهلي او بالنسبه للنادي الاهلي مع مديرين فنيين. كنت دايما بتطلع معاهم يا اما تعادل يا اما كسبان فرق واحد. ما بتطلعش فرق اربعه، ما بتطلعش بكلين شيت، ما بتطلعش برباعيه نظيفه. هو ده اللي حصل النهارده في ارضيه الملعب. فعلا الرباعيه النظيفه تنتسب لمين؟ لمارسيل كولر، اللي بدا ان هو يريح اللعيبه الاساسيه اللي هو استهلكها طول الموسم، وبدا ان هو ينزل اللعيبه اللي هي متعطشه للملعب، متعطشه للعب الكوره، متعطشه لكل حاجه في كره القدم. من اول خالد عبد الفتاح لحد اقول لك مين، يعني ياسر ابراهيم النهارده خد دقايق. طاهر محمد طاهر اللي كان دايما على طول بيقعد دكه النهارده نزل وتالق وكان هو النجم المباراه الاول. ده غير ان عندك كريم فؤاد بيلعب في مركز غير مركزه، بيلعب باك شمال، سابوا النهارده طول المباراه ما غيروش. اليو ديانج النهارده بياخد دقايق. كل اللعيبه اللي مارسيل كولر ما كانش بيلعبها
في الفتره اللي فاتت دي كلها النهارده كان بينزلها. وباقي الماتشات اللي جايه او باقي ماتشات الدوري هتبتدي تشوف باقي اللعيبه، هتبتدي انك انت فعلا تشوف اللعيبه اللي هي متعطشه. النهارده خالد عبد الفتاح ايه اللعب اللي هو بيلعبه ده؟ وده كان قاعد دكه ليه؟ يعني معلش. عندنا عمر كمال عبد الواحد، وعندنا محمد هاني، وعندنا اكرم توفيق، بس خالد عبد الفتاح النهارده نازل، النهارده هو اللي حرك الجبهه اليمين دي كلها. بصراحه شابوه لمارسيل كولر اللي بدا ان هو ما مشيش على نفس خطى بيتسو موسيماني، ان باقي الماتشات وانا عايز اكسب الدوري، وانا عايز اخد البطولات كلها، وانا عايز اكتسح البطولات المحليه كلها، ويستهلك اللعيبه اللي كان بيلعب بيهم من اول الموسم لحد اخر الموسم. لا، مشي عكس التيار. شاف اللعيبه اللي هي تعبت، مش طايقه تشوف الكوره، مش طايقه ان هي تعمل حاجه في الكوره اصلا، بدا ان هو يجيب اللعيبه اللي قاعده على الدكه يعرف يستفيد منها. عمرو السوليه تحس ان هو كان عمرو السوليه اللي قاعد دكه بقاله فتره طويله، بينزل دقائق معدوده، وبينزل في اوقات الاهلي بيكون كسبان فيه. بدات انك انت تشوفه في التوليفه اللي حاططها مارسيل كولر. توليفه فعلا كانت محطوطه بمعلمه، وهو ده ميزه مارسيل كولر في الماتشات اللي انت بتبقى مش حاسب لها اساسا. يعني انا النهارده قبل ماتش طلائع الجيش قلت ماتش طلائع الجيش هيبقى رخم، يوم ما هتكسب فرق واحد هتبقى كويس الحمد لله، وانك انت خدت الثلاث نقط. انما انت النهارده طالع ب 4-0، باربعه، برباعيه نظيفه. انت متخيل معايا طلائع الجيش اللي كانت عقده، مش هقول لك عقده، اللي كانت عامله زي شوكه في الزور بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. بجد شابوه لمارسيل كولر، شابوه للعيبه، شابوه لكل من ساهم النهارده في الاهداف، واكبر شابوه واكبر تحيه لطاهر محمد طاهر، اللي بصراحه انا عمري ما انتقدته، عمري ما طلعت في فيديو وانتقدته، ولا عمري طلعت في بوست وانتقدته. ليه؟ عشان انا شايف ان هو لعيب كوره، بس الفكره ان الحظ مش مساعده. النهارده بدات انك انت تشوف طاهر محمد طاهر بتاع ماتش السوبر الافريقي بتاع مين؟ ايوه، بتاع ماتش الرجاء المغربي، اللي انت كنت شايف فيه فعلا ان هو اداك البطوله بهدف كان تقريبا شبه ميت، كان شبه ميت، دي حقيقه، وكنت هتطلع من المباراه. الهدف كان جاي في الدقيقه 90. ونفس الشخص طاهر محمد طاهر كان نجم مباراه صن داونز اللي احنا اقصينا فيها صن داونز، اللي جاب فيها هدف ار2. هو ده طاهر محمد طاهر. فما تجيش تقول لي لاعب بيعمل كل الحاجات دي وشكله قدام الجمهور بالمنظر اللي احنا كنا شايفينه. لا، الحظ فعلا هو ما كانش مساعد طاهر محمد طاهر. بحب اقول الف مبروك للاهلي وللاهلاويه، 3 نقاط غاليين جدا، 3 نقاط ثمينه قدام منافس رخم، قدام النادي الاهلي بس اللي دايما بيلعب بنزاهه قدام لعيبه النادي الاهلي. وانا محصلك وجاي لك، ايوه بيراميدز، بس اتمنى من بيراميدز لما نيجي نلعب المباريات بتاعتنا ما بين الاهلي وما بين بيراميدز، ما تقعدش بقى تجيب بقى ايه التحكيم واتحاد الكوره بيساعد النادي الاهلي وطول عمرها مش عارف ايه، الكلام اللي بيطلع من جماهير نادي الزمالك وهم بيصدقوه وبيمشوا عليه. تمام؟ فالف مبروك للاهلي وللاهلاويه، وانا جاي لك، واتمنى ما يبقاش في لغط في الكلام، لان من اللي احنا شفناه النهارده التحكيم مش هيسيب حاجه هتعدي، هتبقى كل حاجه ماشيه بنزاهه. واتمنى من كل الجماهير المصريه تسيب موضوع التحكيم، لان التحكيم من بعد ما كانت الحلقه الاقوى في اي مباراه، دلوقتي انتوا خليتوها الحلقه الاضعف في المباراه. فدلوقتي اقدر اقول لكم سلام.